الصور بالنسبه لنا دلوقتي بقت حاجه مهمه قوي. احنا دلوقتي بقينا بنعتبر الصوره على انها ميموري، ممكن تفكرنا باشخاص، ممكن تفكرنا باماكن، ممكن تفكرنا بحاجات كتير قوي، ممكن نحب ان احنا نفتكرها وممكن نحب ان احنا نرجع للصور دي. لكن اكيد كلنا هنزعل قوي لما نيجي نرجع للميموري دي، ان شكل الصوره مش عاجبنا او ان احنا وقفتنا مش كويسه، الاضاءه على وشنا هارش قوي وقويه قوي وشكلها مش طالع حلو، حتى الاديت اللي احنا عاملينه مش طالع كويس. كل الحاجات دي لو رجعنا للصوره ولقينا شكلها مش حلو اكيد كلنا هنزعل. هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده هيكون عن ازاي نعمل بوز كويس، ازاي نعمل اضاءه كويسه اذا كان في الشارع او اذا كان في البيت، ازاي نخلي عينينا تلقط الاضاءه الكويس اللي ممكن تطلع لنا صوره بروفيشنال وشكلها حلو قوي. كمان ازاي نعرف نعمل اديت بروفيشنال، يعني ازاي نعمل ميك اب، ازاي نظبط جسمنا، ازاي نعمل كل حاجه بالاديت. المجهود الوحيد اللي احنا هنحتاج نتعلمه دلوقتي في الفيديو ده هو ازاي ندي بوز كويسه ما تخليش شكلنا بلين او تخلي شكلنا ممل، لان اكيد كلنا هنزعل قوي لما نيجي نرجع مثلا نصور للانستجرام مثلا ونلاقي عليها 20 او 30 لايك. انا اول ما بدات كان في 2018، اول ما بدات اتصور يعني، لان انا الفتره اللي قبل كده كنت بكره حاجه اسمها تصوير. فاول ما بدات كنت بجيب 22 لايك وكنت بحس ان انا كده عامله انجاز في الحياه، وبجد كنت ببقى مبسوطه قوي من ال 22 لايك دول. بعد كده في 2020 دي الفتره اللي انا بدات اعرف ادي فيها بوزز كويسه، وبدات اجيب مثلا من 80 ل 100 لايك. اكيد دول كانوا صحابي بس او الناس اللي تعرفني عموما يعني، لان انا لحد دلوقتي الاكونت بتاعي مش كبير، بسبب ان انا بقيت بعرف اهتم بثلاث حاجات مهمه جدا علشان تخلي الصوره تطلع حلوه. بقيت بجيب من 500 ل 600 لايك. انا لسه لحد دلوقتي برده ما عنديش فولورز كتير خالص على الانستجرام، يعني 2000 وحاجه، لكن الصوره الحلوه بتاتراكت الناس علشان يعملوا لايك عليها او ان هم يحبوا ان هم يعملوا لكم فولو علشان يشوفوا صوركم. لازم نكون عارفين ان علشان الصوره تطلع حلوه هي الاوتفيت. اكيد مش هقول لكم نضحك علشان دي قلشه قديمه جدا، لكن لا يكون في اوتفيت حلوه قوي يقدر ان هو يشيل فكره ان انا مش عارفه اعمل بوزز كويسه، يا اما اكون بعمل بوزز كويسه جدا تشيل فكره ان انا مش شايله اوتفيت كويس. اكيد لو قدرتوا ان انتوا تعملوا الاثنين مع بعض، يعني لبستوا بشكل كويس قوي وفي نفس الوقت تكونوا عارفين ازاي تدوا بوزز للكاميرا، كده وفرتوا على نفسكم تعب 30% في ان الصوره اصلا تطلع حلوه، لان باقي الحاجات زي ما قلت لكم للاضاءه وللاداء. اول حاجه واهم حاجه بتاثر على الصوره وهي وشنا ازاي بنعرف نعمل له بوز للكاميرا. اكيد مش هيبقى حلو خالص ان انا اتصور وانا عامله كده، او ان انا اضحك ضحك، عارفين الضحكه اللي بتكون شكلها مش حلو دي اللي هي بتاعت، اكيد الطريقه دي مش بتخلي الصوره بتاعتنا تطلع حلوه. في حاجه يا اما اضحك بجد من قلبي، لكن لو انا مش عارفه اعمل كده فاخلي وشي ستريت فيس او بوكر فيس، هو مثلا ابص للكاميرا كده وارفع دقني كده شويه، يعني ما اخليش دقني نازله كده ولا نازله كده ولا نازله كده، لا ارفع دقني كده شويه. في حاجتين وانا ببص للكاميرا، اول حاجه ان انا اكون ببص للكاميرا نفسها، وان انا اخلي نظرتي للكاميرا جنبها بشويه، يعني مثلا تخليها كده، يعني الكاميرا كده وانا باصه كده، يدي احساس اعمق للصوره. يعني مثلا وانا ببص كده غير وانا ببص للكاميرا. لو انا ببص للكاميرا انا كده قصدي ادي مسج معينه ان انا مثلا واثقه في نفسي، او ان انا ببقى قصدي حاجات معينه في الصوره. لكن اهم حاجه وانا بعمل كده ان انا ما اكونش بضحك بالمنظر ده. لو انا عايزه اضحك بشكل كويس في الصوره، فمثلا الصوره دي انا كنت بضحك فيها جامد قوي، لكن انا كنت بضحك من قلبي. ازاي طلعت كده؟ ان انا عاده لما بحب ان انا اتصور صور بشكل طبيعي اكتر، فبحب ان انا اصور فيديو واخد من الفيديو ده سكرين شوتس، لكن علشان جوده الصور دي ما تقلش بصور ب 4K بالكاميرا اللي ورا. ساعتها لما باجي اخد منها سكرين شوتس الصور بتطلع طبيعيه قوي، لان انا في نفس الوقت بتصور فيديو، مثلا بكون بتكلم مع صحابي او اي حاجه، فانا كده فعلا شكلي طبيعي اكتر. دي اكتر حاجه بحب ان انا اعملها لو انا عايزه اطلع صور بشكل طبيعي، ان انا اخد سكرين شوتس من فيديوز فعلا متصوره. لان انا في اوقات مثلا بكون بتكلم مع صحابي، في اوقات مثلا بكون ببص في اي اتجاه، مثلا ببص لحد او ببص لحاجه والصوره بتطلع كويسه، لان الاضاءه ساعتها مثلا على وشي بتكون سبحان الله فجاه مظبوطه، شكل وشي او تعابير وشي بتكون شكلها حلو. دي بتكون اللقطه اللي انا ممكن اكون عايزه اخدها وبعد كده اعمل عليها الايديت، وساعتها فعلا الصوره بتطلع حلوه قوي. انا بحب الصور اللي بضحك فيها، لكن مش دايما بتظبط معايا، فعلشان كده بحب ان انا اتصور ببوكر فيس او وشي يكون ستريت فيس كده، اللي هو انا مش مديه اي تعابير، وببص يا اما للكاميرا او لجنب الكاميرا بشويه علشان شكلي يبان طبيعي اكتر. لان اكيد لو انا فضلت ان انا اعمل كده او فضلت ان انا ارفع كتف وانزل كتف، لو ما جاتش طبيعيه عمرها ما هتظبط، عمر الصوره ما هتطلع شكلها حلو. مرحله جسمنا بقى، لان دي المرحله الاصعب. احنا ساعات ما بنعرفش ازاي نقف بجسمنا، يعني ارفع كتف وانزل كتف، ولا ان انا احط ايدي فين، احط ايدي كده ولا احط ايدي كده، ولا انزلها كده ولا احطها فين. طب انا ما عنديش شعر وعندي حجاب، فاكيد انا مش هعرف العب في شعري. طب انا مش لابسه نظاره، فاكيد مش هعرف البس النظاره مثلا واعمل نفسي وانا بقلعها. في حاجات كتير قوي بيبقى مشكله في جسمنا وما بنعرفش ساعتها ازاي نقف، علشان كده بنقف كده وبنبص كده، ومثلا ممكن نضحك، ولو ضحكنا وربنا كرمنا مثلا والصوره طلعت حلوه نكون بنضحك بشكل مش طبيعي او شكل متصنع اكتر. وكمان حركات جسمنا او البادي لانجوج بتفرق جدا في شكل الصوره، فعلشان كده لازم اكون فليكسبل كده، لازم اكون مرتاحه وفكه، وما ينفعش ان انا افضل متنشنه وعامله كده، لان اكيد ساعتها الصوره مش هتطلع حلوه خالص. انا دلوقتي الناس اللي انا بقول لها مثلا تتصور ازاي، او حد مثلا من صحابي او اي حد بيقابلني مش عارف يتصور، بحب على طول ان انا اصورهم فيديو واكلمهم وانا بصورهم، علشان لما يجوا
يتحركوا او مثلا يبصوا لي او اي حاجه، ساعتها هعرف القط من الصور دي سكرين شوتس تطلع كويسه. خلينا عموما نتكلم في البيزكس. انا دلوقتي عندي حجاب، فانا دلوقتي مش هينفع ان انا العب في شعري، فممكن مثلا اغلب الصور بتاعتي هتلاقوني ان انا بعمل كده وبص مثلا بالمنظر ده، تلاقوني ان انا مثلا بعمل كده وببص لتحت، فمثلا الصوره ساعتها تطلع حلوه، الاضاءه تكون جايه بزاويه 45 فساعتها الصوره تطلع شكلها حلو. ممكن تلاقوني مثلا بصور بطريقه معينه او بزاويه الكاميرا دي هكلمكم عليها دلوقتي. زاويه الكاميرا هي اللي بتلعب ساعتها الدور في الصوره، وانا مثلا بكون رافعه ايدي فالصوره بتيجي من تحت او من فوق او ايا كان انتوا بتحبوا تتصوروا ازاي، وانا دلوقتي هقول لكم على زاويه الكاميرا بتبقى حلوه ازاي. لكن الحاجه البيزك اللي انتوا لازم تكونوا عارفينها ان انتوا ما تخلوش جسمكم تنشن، ما تخلوش وانتوا بتتصوروا تكونوا مكسوفين، او يعني اللي هو انا عارفه ومتقبله تماما ان احنا بنتصور في الشارع الموضوع مثلا ساعات بيبقى صعب قوي ان انا اقف كده او ان انا اعمل اي بوز او كده، نكون بنتكسف قوي. انا الاول مثلا كنت بتكسف، بس بعد كده اللي هو خلاص انا اصلا بقيت بحط ترايبود على الارض وبقيت بصور نفسي. يعني اغلب الصور اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي انا كنت مصوره فيها نفسي، محدش مصورني الا طبعا الصور اللي من فوق. ساعات برضو بثبت الترايبود على اي حاجه عربيه او سور او اي حاجه وبصور نفسي. يعني مش دي المشكله ان مين يصورنا، لا احنا ممكن نتصور صور حلوه لوحدنا. لكن هنيجي ساعتها البارت 2 من ازاي نعمل بوز كويسه. اللي بيتحكم في البوز مش حركات جسمنا بس، لكن كمان زاويه التصوير. يعني مثلا انا دلوقتي حد قصير، فهتلاقوا اغلب الصور اللي انا بصورها من تحت عشان تدي جسمي طول شويه، بحط مثلا الموبايل على الارض وبخليه بزاويه مايله كده شويه، يعني ما اخليهوش مثلا عامل كده، لا اخليه مايل كده شويه. فوانا بصور نفسي بعمل حركات برجلي، فساعتها الحركه بتاعت رجلي دي هي اللي بتلعب الدور الرئيسي. مش شرط بس ان انا العب بايدي، لا عادي ممكن اثبت ايدي كده والعب برجلي. يعني مثلا اخلي رجلي لقدام شويه لورا شويه، اعمل نفسي كاني ماشيه. زي مثلا الصوره دي انا كنت ساعتها في مكتبه اسكندريه ومفيش حد يصورني، حطيت الموبايل على الارض وصورت زي ما بقول لكم فيديو 4K وبقيت بمشي. خلي بالنا واحنا بنتصور بالفيديو لو عايزين الصوره تطلع كويسه ان انا امشي ببطء، يعني مثلا ما افضلش اتحرك كده 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 وابقى مستعجله علشان مثلا الناس اللي حواليا او ان انا مكسوفه، لا، لان ساعتها الصوره عمرها ما هتطلع بريزوليوشن كويسه، لان انا هكون بتحرك في الاول في الاخر، ده فيديو وانا في الاول في الاخر باخد منه سكرين شوت، بلعب طبعا بعد كده على جوده الصوره. لكن المشكله اللي فعلا هتحصل، عارفين احساس ان الايد تطلع منغبشه او انا مثلا رجلينا تطلع منغبشه كده، الريزوليوشن بتاعتها مش كويسه قوي بسبب ان انا اتحركت حركه سريعه. فاهم حاجه اكون عارفه ايه زاويه التصوير المناسبه ليا. يعني انا مثلا بحب ان انا اتصور كده لو انا من فوق، فبحب ان انا ادي بوز بكتفي ده او بنص وشي ده، يعني ده نص وشي الحلو اللي انا بحبه. في كل واحد فينا ليه نص وش بيحبه، يعني مثلا في ناس بتحب تتصور بالجنب ده وفي ناس بتحب تتصور بالجنب ده. انا الجنب ده عندي احسن بكتير قوي من الجنب ده، فهتلاقوا تقريبا ولا صوره عندي في انستجرام تقريبا بالجنب ده، على طول بتصور بالجنب ده. فعلشان الصور كلها ما تطلعش ممله وتطلع كلها كوبي بيست من بعض بسبب ان انا بتصور بحته واحده، لازم اكون بتحرك حركات مختلفه. اكيد لو دخلتوا على الانستجرام بتاعي او الانستجرام بتاع اي حد انتوا شايفينه ان هو بيعرف يتصور، هتاخدوا بالكم بعد الكلام اللي انا قلت لكم ده، هتاخدوا بالكم هو واقف ازاي، فساعتها ممكن تقلدوا في الاول. يعني انا في الاول ولحد دلوقتي ساعات الصراحه بنزل صور من بنترست واشوف الصور دي عامله ازاي واحاول ان انا اقلدها. اكيد مش بتصور هي لكن بحاول ان انا اقلدها. مثلا الصور بتاعه الترنش كوت، انا ما كنتش عايزه البس الترنش كوت لان انا لو كنت لبسته كان هيبيني قصيره قوي، لكن حطيته كده على كتفي وتصورت ورايا ازاز. انعكاس الصوره على الازاز ده بيخلي الصوره شكلها احلى بكتير قوي من مثلا لو واقفين على حيطه. انا مش بقول ان انتوا لو واقفين على حيطه ان دي مش بتبقى حاجه كويسه، لا بتبقى حاجه كويسه، بس لو عارفين ازاي ممكن تعملوا اي حركه برجليكوا، اي حركه بايديكوا، اي حاجه ممكن تخلي الصوره شكلها حلو. لكن لو انتوا مش عارفين تعملوا اي حاجه، فانتوا ممكن تقفوا على مكان فيه ازاز وراك او في مثلا ازاز قدامكم، تقفوا بشكل عادي. يعني مش شرط تعملوا ساعتها اي بوز، ممكن تحطوا ايديكم في جيبكم وممكن كانكم بتلعبوا كده في شعركم او تلعبوا مثلا في الطرحه بتاعتكم، او ان انتوا مثلا كانكم بتقلعوا نضاره او كده. واللي بيصور يقف بزاويه 45، يعني ما يقفش من الجنب قوي ولا يقف من قدام قوي، لا يقف بزاويه كده ويصوركم، ساعتها الصوره هتطلع شكلها حلو قوي. كمان في بوز بحبه قوي بتاع ان انا اكون بلف، يعني انا اكون بمشي عادي، واللي بيصور فيديو لازم بفيديو، يعني ما ينفعش ان انتوا تتصوروها بصور عاديه لان اكيد مش تطلع كويسه. فان حد يقف يصوركم في فيديو وانتوا تكونوا بتتحركوا وماشيين لقدام وفجاه تقوموا باصين، احلى حاجه لو انتوا لابسين حاجه طويله، فساعتها هتلف معاكم وهتخلي شكل الصوره طبيعي قوي. علشان كده اغلب الصور بتاعتي اللي انا بتصورها ما بيطلعش شكلها متصنع او شكلها اللي هو يعني بيبان فيها ان انا مثلا متنشنه او كده، لان فعلا اغلبها انا مش بكون قاصده ان انا ادي بوز معين، لا انا بقيت عارفه خلاص ايه الجنب كويس ليا او كده، وبتحرك حركات طبيعيه اللي هي ممكن اتحركها في حياتي العاديه، انا مش قاصده ان انا دلوقتي ادي بوز. تاني حاجه بقى وهي الاضاءه. بص، موضوع الاضاءه ده موضوع كبير قوي، لكن علشان الخصه لكم، فلو احنا بنتصور في الشارع، لو احنا في الشمس مثلا والصبح، فمش اي وقت ينفع اقول عليه الجولدن اور، لان الجولدن اور ليها مواعيد معينه. يعني مثلا في الوقت اللي احنا فيه ده الجولدن اور تقريبا بتكون الصبح من الساعه مثلا 7 او 8، وبعد كده بتكون مثلا من الساعه 4 لحد الساعه 6، دي الجولدن اور. ده الوقت فعلا اللي انا لو صورت فيه الصور هتطلع اضاءتها كويسه جدا. وساعات في ناس مش بتحب ان هي تعمل بعد كده اديت على
على الصوره، لان كده كده الصوره بتكون طالعه شكلها حلو قوي. بس اكيد لو انا في الشارع دلوقتي وعايزه ان انا اتصور، اكيد مش هنزل الصبح بدري قوي، لان اكيد محدش فينا هيصحى مخصوص الساعه مثلا 6 علشان يلبس كويس ويحط ميك اب كويس وينزل يتصور الساعه 7. ده مستحيل تقريبا. واكيد برضو مش هنفضل لو احنا في الشارع دلوقتي وعايزين نروح البيت، اكيد مش هنفضل مستنيين الساعه 5 او 6 علشان نتصور صور كويسه. لكن في الوقت ده انا ممكن اختار مكان يكون فيه ظل شويه، والموبايل او الشخص اللي يكون واقف مثلا بيصور يكون واقف في مكان فيه شمس، هيخلي شكل الاضاءه احلى كاني متصوره مثلا في استوديو او كده. لو انا بقى في البيت وعايزه اتصور في حاجتين، ممكن اول حاجه طبعا الاضاءه الطبيعيه، لكن اغلب الناس كانت بتقول ان احنا نتصور باضاءه الشباك العاديه في الوش، وانا كمان كنت فاكره ان دي احسن اضاءه انا ممكن اتصور فيها. لكن بعد كده اكتشفت ان انا اخلي الشباك اللي جنبي بزاويه 45، او انا اقف بزاويه 45. اكيد انا مش هخلي الشباك يعني، لكن ان انا اقف جنب الشباك بس بعيد شويه، فساعتها الاضاءه بتكون داخله هاديه قوي. لو اتصورت على حيطه ساده الشكل بيكون حلو قوي. لو انا ما عنديش شباك ممكن اتصور بايه؟ انا دلوقتي هوريكم حاجتين. اول حاجه دي رينج لايت بتاعتي. الرينج لايت دي صغيره جدا بتخلي شكل الاضاءه هادي قوي. طيب انا دلوقتي لو عايزه اضاءه قويه، انا جايبه اللمبه الكبيره قوي دي وبصور بيها الفيديوز تقريبا كلها بتاعتي، وفي نفس الوقت برده لو انا عايزه اتصور في البيت وعايزه الاضاءه تكون قويه قوي، فبرده بحط اللمبه دي وبتصور بيها. بس اهم حاجه ان انتوا تغطوها بحاجه، يعني انا مثلا مغطياها بالكيس ده، انتوا ممكن تغطوها بورقه، ممكن تغطوها باي حاجه عشان الاضاءه ما تطلعش هرش قوي على وشكم وتطلع شكلها قوي قوي ويطلع فيه خطوط حاده كده على الوش. اكيد دي مش احسن حاجه ممكن نتصور بيها. وده كده كان تلخيص لموضوع الاضاءه كله اللي عامل لنا كلنا مشكله في حياتنا ده. ثالث حاجه واهم حاجه بقى هي الاديت. ان الاديت بيختلف من شخص لشخص، لكن بيبقى فيه ثوابت. يعني بيبقى فيه ثوابت ان انا ممكن اظبط وشي ازاي، ممكن اظبط جسمي ازاي، ممكن العب في الاضاءه ازاي على حسب زي ما انا ببقى عايزه. انا مثلا في الانستجرام بتاعي او في صوري عموما بحب ان هي تبقى بيضه الاول، بعد كده اخليها جراي، ودي هنروح للسكرين ريكورد علشان اعرف اشرح لكم كويس. دي كل الابس اللي انا بستخدمها علشان اقدر اعمل اي اديت للصور بتاعتي. اول واحد هو اسمه ميك اب بلس. ميك اب بلس ده البرنامج اللي انا بستخدمه علشان لو انا عايزه اعمل ميك اب لاي حاجه او لاي صوره مثلا انا مش حاطه فيها ميك اب كويس. مثلا الصوره دي تقريبا انا مش حاطه فيها اي ميك اب خالص، او الميك اب اللي انا حاطاه بسيط قوي، فانا محتاجه ان الميك اب يكون اقوى من كده. هنا في كذا بريسيت، يعني بصوا قبل وبصوا بعد الصوره كده تحط لها ميك اب بشكل كويس، او ممكن الشكل يكون بسيط شويه. لو انتوا عايزين تزودوا فيه كذا بريسيت موجودين وانتوا اول مره تستخدموا البرنامج، فانتوا ممكن بقى تعملوا الميك اب لنفسكم. يعني ممكن مثلا عايزين تغيروا لون الروج مثلا تعملوا لاشز. طبعا في حاجات بفلوس، لكن في حاجات تانية عادي ممكن انتوا تستخدموها من غير فلوس خالص. لو عايزين مثلا تحطوا بلاش يعني او تزودوه او تنقصوه زي ما انتوا عايزين. حواجبكم حتى لو حواجبكم تقيله مثلا او خفيفه، ممكن انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه في حواجبكم. ممكن انتوا ترفعوها تخنوها زي ما انتوا عايزين. لو انتوا وشكم مش معمول له كونتور، فانتوا ممكن تعملوا كونتور لنفسكم. يعني بصوا الكونتور ده معمول ازاي، ممكن انتوا مثلا تعملوه اوفال. ده الكونتور اللي بيمشي مع وشي، بس طبعا كل وش على حسب، مش كلنا زي بعض. فاونديشن لو انتوا مش حاطين اي فاونديشن، يعني بصوا قبل وبصوا بعد الفاونديشن، شايفين الفرق؟ طبعا تستخدموا الدرجه اللي انتوا في العادي اصلا بتستخدموها. حتى لو عايزين تحطوا لينسز، في طبعا اي شادوز، في كل حاجه ليها علاقه بالميك اب العادي كانكم فعلا بترسموا او بتعملوا ميك اب لنفسكم. تاني واحد اسمه يو كان بيرفكت. يو كان بيرفكت ده هو اللي انا لو انا جسمي مش متظبط او في حاجه عايزه اظبطها في جسمي فانا بظبطها بيه. انا مش كل حاجه بستخدمها في البرنامج ده، اكتر حاجتين بستخدمهم هو مثلا فيس شيبر. لو انا حاسه ان انا مثلا متصوره في وشي مثلا في حاجه غلط، في حاجه زياده، في حاجه ناقصه، فانا ممكن اعملها. البادي شيبر ده بقى لو انتوا عايزين مثلا في هدوم مكرمشه ممكن انتوا تظبطوها، ولو عايزين برضو تخسسوا نفسكم ممكن انتوا تعملوا كده. بصوا دي مش افضل حاجه انا بحبها، يعني انتوا ممكن مثلا بصوا تخسسوا نفسكم، بس دي مش اكتر حاجه انا بحبها. بحب ان شكلي عادي يبان طبيعي. كمان لو انتوا عايزين مثلا تطولوا نفسكم زي كده كده براحتكم، برضو انا مش بحب ان انا العب قوي في الحاجات دي، لكن هو البرنامج فيه الحاجات دي عادي. البرنامج بقى اللي بعد كده اسمه RNI Films. ده اللي انا بحب اعمل بيه الاديت لو انا عايزه اديت فينتج. طبعا في بريسيتس لاديت كتير قوي، لكن اكتر اديت بستخدمه فيهم هو الاديت الفينتج. ده لو انتوا عايزين صور تبقى ابيض واسود، في حاجات كتير قوي، لكن ده الوحيد اللي انا بستخدمه. اول واحد ده اكتر واحد انا بحبه. يعني بصوا الفرق بيخلي الصوره شكلها قديم قوي ازاي. تلعبوا في الكونتراست كمان بتاع الصوره، يعني مثلا ممكن نقلل الكونتراست شويه، نخلي الاديت اقل شويه، الكلاريتي نزودها شويه. والجرين ده لو عايزين الصوره تبان ان هي منغبشه زي الصور القديمه كده، يعني بصوا الصوره تبان ان هي منغبشه قوي.
الشادو او كده ممكن برضو انتوا تلعبوا في الصورة لو انتوا عايزين الصورة مزرقة شوية محمرة شوية. انا بحبها تكون مزرقة شوية لما باجي اعملها بالاديت ده. كمان في بريسيتس ممكن انتوا تسيفوا اكتر 2 انتوا بتستخدموهم. انا دول اللي انا مسيفاهم كنت بشتغل عليهم كتير في فترة يعني. دلوقتي دي مش اكتر حاجة انا بعملها. البرنامج اللي انا بستخدمه دلوقتي اكتر حاجة لايت روم. بالنسبة لي هو بروفيشنال اكتر، بس لايت روم ليه بريسيتس كتير جدا على يوتيوب ممكن انتوا تجيبوها. انا اكتر 2 بريسيتس بستخدمه، واحد فيهم بيخلي الصور تكون بيضة شوية اللي هو ده، وبعد كده بجيب واحد يخلي الصور جراي شويه. ممكن اعمل كوبي للبريسيت ده، بعد كده بعمل باست للبريسيت اللي انا استخدمته. بصوا خلى الصوره مبيضه شويه ازاي. ده بيخلي شكل الوش احلى بكتير قوي من وجهه نظري يعني. ده اكتر اديت انا بحب ان انا استخدمه. دلوقتي هوريكم هو معمول له اديت ازاي، وانتم ممكن تعملوا سكرين شوت للاديت ده. دي كل الالوان اللي معمول لها اديت. كمان هنا دي الافكتس اللي هي بتخلي الصوره ليها تكستشر كده، زي مثلا التكستشر الموجوده عند التوب ده. خلها تاني على اللايت روم. بمسح الصوره بس الاولانيه علشان ما نتلخبط. بعد كده بعمل كوبي لاي بريسيت تاني انا عايزاه، بس ده اكتر واحد انا بستخدمه. بعد كده بعمل باست. شايفين الصوره بقت شكلها رمادي قوي ازاي. برضو لو عايزين تاخدوا سكرين شوت للبريسيت ده، برنامج بقى اللي بعد كده اسمه سناب سيد. سناب سيد فيه حاجات كتير قوي طبعا، فيه بريسيتس كمان ممكن انتوا تستخدموها، بس دي مش اكتر حاجه انا بحب ان انا اعملها. انا بحب ان انا مثلا لو انا عايزه في حاجه امسحها انا استخدمه، غير كده مش بستخدمه. مثلا طبعا انا بحب الحسنه دي، بس مثلا انا دلوقتي عايزه امسحها فانا ممكن اعمل كده. خلاص هي كده اتمسحت تمام. بس طبعا انا عشان بحبها فانا مش هستخدمها. البرنامج اللي بعد كده هو ريميني. ريميني ده اللي بيعلي الريزوليوشن بتاعه الصوره، بس للاسف هنحتاج ان احنا نستخدم فيه اعلانات، واخرنا في اليوم 5 صور بس، ما ينفعش ان احنا نعمل اكتر من كده. فمثلا انا دلوقتي عايزه ازود الريزوليوشن بتاعه الصوره دي. بصوا الفرق قبل وبعد، شايفين؟ بصوا الوش دلوقتي بقى معمول له اديت ازاي، او مخلي الاديت شكله اوضح ازاي. بس كده دي كل الحاجات اللي انا بستخدمها عموما للصور. كده لو انتوا بقى ليكوا في الفيديوز او بتحبوا ان انتوا تعملوا فيديوز، بيكس ار ده علشان الثامبنيل بتاعت الفيديوز، وان شوت ده البرنامج اللي انا بعمل بيه اديت هو، وفي ان ده برضو بعمل بيه اديت بحبه قوي. وبستخدم البريسيتس بتاعت اللايت روم بدخلها على في ان. طبعا ما بتكونش هي لكن بتكون يعني بجوده كويسه. بس كده، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وروحوا شوفوا طبعا الصور عليه. وبس كده، باي باي.